عليكم. الو، السلام عليكم. انا عايزك تسجل المكالمة دي وابعتها للأستاذ ممكن. عادي يا باشا. معايا يا حبيبي. تمام يا ريس، معاك. بص يا سيدي، صلى على رسول الله. اللهم صل عليه. محل ده محل اهوت. 3:30 في 3:30، تمام. تمام. في أعلى حتة في الجمالية جنب جحا. تمام. ريهام سعيد راحت الدكانة دي بسبب إن ده بير فرعوني، وفي ولد اسمه سيد وصل للمجاديل تحت، ووصل للطاقة، وصل ل3 طاقات في أوضة تحت. وخد بالك كانت الأوضة دي فيها رملة مليانة تب، كان فيها 3 جثث مقطوع رقبتهم وكانوا محطوطين في 3 طاقات، تمام. 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 الولد دوت كان بينظف في المجاديل بتاعة الطاقة، وبعد هو بينظف في المجاديل الشيخ اللي كان معاهم قال له نظف بالفوطة ما تنظفش بالمسطرين. اه. وطلع يتشطف، ليه المكان عمل كده بوه، وطلع ريحة عفونة. لدرجة العفونة دي خلت الريحة قلبت الدنيا. تمام. الواد اللي تحت نزلوا دوروا عليه، ما لقاهوش، لقوا رملة تمام. كده عاملة زي الموج، سحبت الواد ده، ما اعرفش سحبته فين. 10 على 10. اه. تمام يا باشا، سجل تمام المكالمة اللي بقول لك عليها. يا باشا، معاك طبعا والله، سامعك اهو. بعديها حوالي ب5 6 7 ساعات نزلوا الرجالة اللي شغالة، بعد ما فروا فيهم رجالة جريت بالمؤاخذة تمام. يعني تمام. بالشرط، تمام. 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 الريحة همت جامد قوي، بس عشان ستر ربنا ان المنطقة ما فيهاش بيوت، امم. وفيها 3 4 ورش، تمام. والمحل ما فيش دور مبني فوق منه. تمام. الريحه فاحت جامد. تمام. كان الواد ابن خاله الواد ده معاه تحت. تمام. ابن خاله الواد ده من شيخ ناصر، وسيد ده من شيخ ناصر. تمام. واد كهربائي هو، ولو خش على النت هتلاقي الحلقه بتاعت النت. هات ريهام سعيد في الجماليه، في مشو في تنقيب عن المقابر. اسمه سيد، هتلاقي مم. الواد قاعده قدام الدكانه والكلام ده كله. طبعا تمام. كل ده انا ما كنتش اعرف بيه حاجه ولا اعلم بيه حاجه ولا اشتغلت في المكان ده اساسا، تمام. 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 المهم ايه، الولد ده اسمه عمرو غرام اللي هو صاحب المحل اساسا، تمام تمام. سيادتك. تمام. المهم ايه، نزلوا يدوروا على الواد، ما لقوش الواد. حلو. دوروا على الواد، ما فيش الواد. هو بير امم. فرعوني 8 متر ونص، امم. جنب جامع البقري، جنب الحته اللي طلع، اللي حبيب العدل طلع من جنبها التمثال، تمام. تمام. طبعا ربنا ييسر لنا الامور، نزلوا يدوروا على الواد تحت. بعد 5 6 7 8 ساعات لقوا الدكانه من ال4 داير بتوع الدكانه معمول زي جير كده، والسرداب كله عمل زي الجير، زي ما يكون ريحه الغازات والكلام ده كله جمعت عملت زي الريم، تمام، تمام. تمام. بريحه وحشه. تمام. المهم لبسوا كمامات ونزلوا يجيبوا الواد من تحت، يدوروا عليه ما لقوش الواد. تمام. فلقوا طاقه كده مفتوحه. امم. الطاقه ديت كانت تبعد عن الطاقتين التانيين 80 سم في الارض تحت، تمام. وهي زي ما تكون اوضه تحت دكانه تحت الدكانه، تمام. تمام. المسله دي في ظهرنا طولها 13 متر، تمام. في ظهري 13 متر، تمام. جزء بسيط منها مسمع من جنب السرداب، تمام. تمام. الواد بيضرب الكشاف كده وبيبص، لقي الطاقه، بص لقي بني ادمين بتبص له، خاف وجري. تمام. التاني راح حاطط خده كده على الارض وبيبص، وراح مولع نور، مم. لقي 7 تماثيل ذهب شمال، 7 يمين، كارته حربيه باين منها العجله الشمال، مم. تماثيل مثلثه في الارض ذهب. ما شاء الله، ما شاء الله. طلعوا يجروا على فوق، مم. وراحوا منزلين الشويله دي اللي موجوده في البير 163 133 136 شوال بالظبط معدودين، تمام. تمام سيادتك يا فندم. اللوحه الجداريه اللي انت شايفها دي اللي مكتوب عليها امن مين رع مين رع، تمام. قدم يمين، مفتاح الحياه، حورس او اللي هو البومه دي ولا حورس تمام. ده، تمام. وقدم تاني مم. نفسه عكسه. انا لما تمام. وديتها بره قالوا ده امين رع، المكان ده يخص رمسيس الثاني، يخص رمسيس الثاني، تمام. تمام. والمكان ده 3 ادوار، تمام. المكان ده قيم جدا وعلى مساحه حوالي فدان مربع، تمام. تمام. وده الباب الرئيسي بتاعه، دي النزله الشرعيه بتاعته. تمام. فالمهم طبعا ايه، بعد سنه 2 3 4 الناس دي جت الحكومه، وجت الحكومه المدنيه. طبعا كانوا العيال غطوا وردموا، فهم اعترفوا بالتنقيب، مم. يعني عملوا محضر تنقيب وما مم. اعترفوش باللي مات لان مفيش جثه. مظبوط. الوليه طبعا قدمت بلاغ وبتاع. المهم جت ريهام سعيد وجت عند الدكانه وبتاع، وبعدها ب3 سنين مم. الدكانه دي اتعرضت عليا مم. ب 75,000.
تمام. اشتريتها ب 75,000 جنيه بعد ما عملت تحرياتي، تمام. واستلمتها عن طريق مكتب مدير الامن. تمام. وفي محمد ضابط هناك، رئيس مباحث اسمه محمد علوي في الجماليه. استلمت المحل ده عن طريق المأمور محمود بقى عاشور. تمام. خدت الدكانه، وبعدين وضبطها، والحكومه واقفه والدنيا واقفه. الواد كان مديني علامه ان هو مغطي البير بلوح ساق. شلت اللوح الساق بالنهار، لقيت فعلا في شويله. تمام. جيت في عيد راس السنه زي اللي من دول من حوالي 3 سنين، رحت رافع الشويله دي كلها، رحت مصور اللوحه الجداريه ديت، لقيتها مكسوره نصها تحت ونصها فوق. تمام. رحت مطلعها فوق ورحت مصورها، وصورت البير من فوق لتحت، وصورت الدخله بتاعته. تمام. طبعا احنا كنا بنشتغل من حوالي الساعه 12 بالليل يوم سبت، عشان صباح الحد الورش بتبقى ايه؟ قافله. مش عارف. مظبوط. عبل ما نشيل الشوله كلها وننزل، يكون الوقت راح علينا ننزل الشوله تاني. ضربت المكان ده 3 مرات، تمام. ضربته 3 مرات، وناس كتير هتتجنن على المكان ده. المسله دي في بيت ورا مني، تبعد حوالي بتاع 100 متر. تمام. وهي طولها 13 متر. طب ازاي يا ابراهيم انتوا ما عندكمش ناس نفذت على الكلام ده؟ نعم ازاي ما عندكم ناس ما نفذتش ليه على الكلام ده؟ يا سيدي، بقى اللي حصل بقى اللي هو نصيب جرى ده. نصيب. تمام. النصيب. انا قافل المحل ده بقالي 6 سنين، ومركب له باب حديد، ومعايا عقد باسمي، ومسجل شهر عقاري، ومعايا توكيل، والتوكيل مثبوت في الاسم، وبطاقتي هناك كمان في الاسم ان انا مستلم المحل ده. لان المحل ده كان فيه قواضي اللي هي ايه؟ قواضي تنقيب عن اثار والكلام ده كله، وان في واحد مات وبتاع، بس انا ما كنتش ليا بقى فيه. انا الكلام استلمت ده المحل من نظيف بعد اللي حصل. بعد الواقعه دي ب3 4 سنين. في ناس بقى خدت احكام، اللي قضى 2 سنين، اللي قضى 3، اللي هرب، اللي كده، اللي دفع كفاله، اللي سافر، اللي عمل. كله راح لحاله، مفيش الا محل كده لحاله، واخد بالك. والمكان ده 3 ادوار وبتاع. مين راعى. هبعت لك، انا هصور لك دلوقتي الرسمه بتاعته اللي هي بتاعت اللوحه. يعني مع احترامي لحضرتك يا ابراهيم، بس ثانيه واحده لو احتاجنا البير ده تصوير. متغطي شويه بس مع بير احترامي فرعوني. لحضرتك، بس لو طلبنا تصوير والدنيا دي لو طلبت تصوير يا باشا، انا محتاج اشيل لك الشويله دي. عشان اشيل لك الشويله دي، واخد بالك، محتاج انا ما هو انا دلوقتي الجماليه انت عارف انها حساسه شويه، مش اي ايد تلعب فيها. تمام. واللي هم يتاكدوا، ومعايا التوكيل، ومعايا كل حاجه، ويتاكدوا، وورق في الاسم مستلم المحل، وتمام التمام. انا مش طمعان فيه، انا عايز جهه محترمه. تمام. تخش بجهازها، يكشف بجهازه. لو هو ب 10 جنيه انا عايز جنيه يا عم، واحلل عليهم التسعه، انا مش طماع فيه. طب ما هو عشان يتحرك لك بجهاز عايز تصوير يا ابراهيم، انت عارف يا باشا، ما هو موجود. لو عايز يخش المحل اوريه له، واكشف له البير كمان. في كلامي غلط؟ اكشف له البير، واشيل له الصاج كده، ويشوف لي شويه في قلب البير. يا باشا عديت الايه. انا ما اقدرش اجازف واشيل، لا مؤاخذه، شوال من مكان. شوال واحد ما اقدرش اشيل. ليه؟ معلش، عشان انا مش عايز مشاكل بس. ادي